تعالوا كده نتفرج على الفيديو كده ورد فعل الجمهور مع براءة جعفر ونرجع تاني مع بعض. اخلاء سبيل جعفر. شفتوا حضراتكم قد ايه الناس في لهو ولعب ولا حول ولا قوة الا بالله، لا ينجذبون لآيات القرآن الكريم ولا ينجذبون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للمواقف السليمة الصحيحة، إنما ينجذبون للهو واللعب ومشاهد ربما البلطجة وربما متعة الدراما كما يسمونها. أعلم أن المسلسل حقق أرقام قياسية وأنه نجح جماهيريا، ولكنه المهم أن تنجح الفكرة الحقيقية، فكرة الرجولة أو الجدعنة أو الشهامة، ليس كما نصدر أن الرجولة هي البلطجة وهي القوة بدون حدود، إلغاء دور الدولة ودور الشرطة. أكيد مش دي الرجولة. أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الشباب. إيه اللي حصل؟ لماذا تغيرت ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا؟ أصبح الشباب بيفتخرون بتمثيل الأسطورة أو جعفر العمدة أو المسميات هذه ليست أخلاقنا أبدا. هنتفرج على فيديو بيوضح إلى أي حد وصلت بالناس التفاهة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف انجذاب الجمهور لبعض المشاهد أو بعض المسلسلات. أين ذهبت عقول الناس؟ وأين ذهبت الحكمة؟ تعالوا كده نتفرج في رد فعل الجمهور مع مسلسل جعفر العمدة. تعالوا كده نتفرج ونرجع تاني مع بعض. بصوا ورا بعض، بصوا ورا كام، بصوا اولا اخلاء سبيل جعفر. كما انجذب هؤلاء المسلسلات وهذه المشاهد ينجذبون للقرآن الكريم، ينجذبون لسماع حديث رسول الله، يتفاعلون مع القرآن الكريم، تتفاعل القلوب والعقول مع القرآن الكريم. نحن في غفلة، لقد سيطر الشيطان على عقولنا وعلى بعض القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. محتاجين قوي نراجع ثقافتنا، محتاجين قوي نضبط تعاملاتنا، محتاجين قوي نحدد كيف نتعامل مع هذه المشاهد وماذا نسمع وكيف ننتقي ما نسمعه، حتى لا نسأل بعد ذلك لماذا البلطجة والعنف والقتل وسوء الأخلاق والتحرش ومثل هذه الأمور السيئة، إنما تنتج عن فكر نسمعه ولا حول ولا قوة إلا بالله.